ولاية ويسكونسن اتصالا من صديقة رجل في 46 من عمره، أفادت خلاله بأنه يمر بأزمة صحية ولم تتمكن من مساعدته. وقدم أحد أفراد الشرطة إلى شقتها ليجد الرجل عند سريره بعد أن فقد الوعي، وبحسب تقرير الشرطة فإن رجال الإنقاذ وجدوا جسمه باردا جدا مع تيبس أعضائه، ولم يحاولوا إنعاشه وتم إعلان وفاته. جرى إبلاغ الطبيب الشرعي الذي طلب من جانبه نقل الجثة، ومع بدء قيامهم بنقله حدث ما لم يكن بالحسبان، إذ أن الرجل بدأ بالتنفس وتحريك أطرافه اليمنى. فرق الإنقاذ كانت قد غادرت الموقع فعلا، لذا اضطر فريق الطب الشرعي لاستدعائهم مجددا، وتم نقله سريعا إلى المستشفى بعد رجوع النبض إلى قلبه. ويقبع الرجل تحت العناية المركزة حاليا، في حين أظهرت الفحوصات أنه لا يوجد سوء استخدام للمخدرات أو الكحول. أما شقيقه فقال إن الرجل في تحسن، لكنه لم يرد التحدث عن كيفية وقوع فرق الإنقاذ في خطأ إعلان وفاته، ما أدى إلى تأخير علاجه لما لا يقل عن ساعة من الزمن.